هالة صدقي عن طليقها. تواجد في مصر 20 يوما ولم يحاول الاتصال بأولاده. وجهت الفنانة هالة صدقي رسالة للإعلامية فجر السعيد عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك بعد مهاجمة الأخيرة لطليق الأولى. وكتبت هالة: شكرا يا أستاذة فجر، للأسف مش قادرة أرد وأقول حقائق، ولكن يكفي فقط أقول إن المدعو كان موجود مع صديقته من عدة شهور ولمدة 20 يوم في القاهرة والإسكندرية للفسحة، ولم يحاول المدعو الاتصال بأولاده من قريب أو بعيد. وطبعا بحكم أني زوجة كان من الممكن أقوم بعمل قضية أثبت ذلك، ولكن لاحترامي لولادي ولأنه أبوهم. وكتبت هالة: شكرا يا أستاذة فجر، للأسف مش قادرة أرد وأقول حقائق، ولكن يكفي فقط أقول إن المدعو كان موجود مع صديقته من عدة شهور ولمدة 20 يوم في القاهرة والإسكندرية للفسحة، ولم يحاول المدعو الاتصال بأولاده من قريب أو بعيد. وطبعا بحكم أني زوجة كان من الممكن أقوم بعمل قضية أثبت ذلك، ولكن لاحترامي لولادي ولأنه أبوهم لم أقم بعمل أي إجراء، وللأسف نمر تليفوناتهم لم تتغير حتى الآن كما يدعي، ربنا يهدي. كانت هالة صدقي وجهت رسالة شكر لكل من هنأها بطلاقها من زوجها سامح سامي، كما نوهت أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد أي شخص يروج أكاذيب عن حياتها الشخصية والتدخل فيها لمجرد الوصول للترند على حد تعبيرها. وكتبت منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قالت فيه: بشكر كل من قام بتهنئتي وسعيدة جدا بشعوركم، وأطلب من بعض المحطات التي رفضت الظهور معها في استضافة الطرف الآخر وشاعة الكثير من الأكاذيب للمرة المليون، سوف أقوم ببلاغ النائب العام فورا لأي محطة أو أي صحفي لترويج أو إذاعة أكاذيب لمجرد الترند على حساب بيتي وحياتي، وأن الطرف الآخر مهاجر وليس له رجوع، فأنتم من سيتحمل النتيجة. أرجوكم صفحة واتقفلت من 8 سنين ومشه تتفتح تاني فارغ احترام خصوصياتي وقراراتي، والتي كنت حريصة على عدم نشرها ولوجود بلبلة في الخبر. كان هناك لقاء تليفوني مع الزميل عمرو أديب وقناة العربية فقط لا غير، ونعم رفضت أي وسائل للصلح، ونعم صممت على الانفصال التام، لأني أنا والمقربين لي جدا يعلم مدى حجم الصدمات التي لا يمكن التسامح فيها، ومن العيب إذاعتها لأن البيوت لها حرمتها المفروض. واختتمت هالة حديثها قائلة: أنا سعيدة جدا، ومن حقي جدا أفرح، وكل يوم أتأكد إن قراري صح جدا. ألف حمد وشكر لك يا رب، ومرة تانية بشكر حبكم ودعمكم، وبشكر كل الإعلاميين المحترمين اللي احترموا رفضي للظهور معهم، والصحفيين اللي احترموا رفضي في أي مقابلات معهم تخص الموضوع. وقضت محكمة أسرة قصر النيل بطلاق الفنانة هالة صدقي رسمية من زوجها سامح سامي، بعد أن حكمت لها المحكمة بكافة القضايا المتبادلة لتغلق المحكمة هذا الملف نهائياً. وفي أول تعليق من الفنانة هالة صدقي على طلاقها من زوجها سامح سامي، كتبت عبر حسابها على إنستغرام: يوم جديد سعيد وكله خير وفرح ونجاح وانتصار، وشمس جميلة هتطلع تنور دنيتنا، صباحكم كله خير. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.